السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي الحلوين، يا رب دايما تكونوا بخير. حبايب قلبي، يعني أنا مبسوط جدا السنة دي بصراحة. مبسوط كوني كمدرس وكوني كأب. يعني السنة دي ابني في ثانوية عامة، فالشعور ان انت تكون مدرس عمال تنصح الطلبة بقالك سنين كتير مختلف خالص عن شعور انك تكون أب وابنك في ثانوية عامة. ده موضوع بقى تاني، يعني مش قادر اقول لك. فالنسخة اللي انت حضرتك عايشها انا عندي منها واحدة في البيت. يعني انا عندي نسخة منك في البيت، فاللي هعمله معاه في البيت هو اللي هعمله معاكم طول السنة. ركزوا كده معايا عشان احنا لازم نحط الاول اساسيات نمشي عليها طول السنة. والله بيحصل تغيرات في منهج اللغة الإنجليزية، تغيرات جذرية على فكرة. يعني الموضوع يعني إيه؟ بينتقل لزاوية تانية خالص. إحنا هنكون قدها وهنمشي معاك بكل التفاصيل، وبنطمن قلبك ونقول لك ما تعملش حساب أي حاجة. حتى الورق كله هنبعته لك. تجيبش كتاب، بص ما تفكرش في أي كتاب خارجي. المذكرة بتاعتنا فيها 5 كتب خارجية حاطين فيها كل تفاصيل أنواع الأسئلة. فاطمن واهدى وسيب لي نفسك خالص، لان انا مش هبدأ لك بقى من تحت، انا هبدأ لك من تحت لتحت. يعني ماشيين مع بعض بمنطلق السهولة والبساطة. هتلاقوا دايما الحصة بتاعتنا ماشية بمبدأ السلاسة، مش عايزين كلكعة، مش عايزين الحصة كلها كلام بالانجلش، عشان خاطر في طلبة ما بتفهمش الكلام ده. اللي فاهم وربنا مديله يعني النعمة دي يحمد ربنا عليها، لكن ما يبقاش الموضوع كله بالمستوى ده. في طلبة كتير ما بتفهمش الموضوع ده، فاحنا هنبدأ نتكلم ببساطة شديدة جدا وهنوضح لك الامور من اولها خالص. ادعي بس لنفسك دعوة كويسة الاول حبيب قلبي كده، ان شاء الله باذن الله ان انت اسمك يكون بامر الله بامر الله زي الاوائل بتوعنا اللي جايبين ستينات 59 ونص و59 و58، سواء في محافظة اسكندرية او في المحافظات الاخرى. يعني ادعي نفسك ان شاء الله تكون منهم. وزي ما انتم عارفين احنا بنحط اوائل سنة تالتة بس، عقبالك بقى لما تكون في تالتة خلاص بقى هي خلاص. فان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله اسمك يكون في دول بامر الله بامر الله بعد امتحان ثالثه ثانوي لما تخلص سنه ثالثه بتاعتك. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون. تعرف ان انت ممكن تكون مفكر نفسك جامد جدا في الانجليش بس بتقع في حاجات بسيطة، زي مثلا تفصيلة الضمائر دي. حاجة مستفزة بصراحة. لما يكون طالب ثانوية عامة ويقع في حاجة بسيطة من دي، ما تفكروش بس ان احنا جايبين اسئلة من زاوية تانية. دي امتحانات ثانوية عامة. يعني الاسئلة اللي جت هنا دي ثانوية عامة. انت لو ليك اخ دلوقتي قاعد جنبك في سنة كام في سنة كام، لا المفروض يكون مخلص كلية، لأن السؤال اللي هوريهولك ده جه سنة 21. السؤال ده جه 22 والسؤال ده جه 21. أهو السؤال ده، تخيل بقى. تخيل انت، بص السؤال ده بالله عليك، بص يعني معلش انا دخلت في الموضوع على طول، ها معلش بقى ركز معايا. هالو ماي كلاسميتس، اهلا بيكم يا اصحابي. ممكن اعرفك على ماي نيبر جارتي عبير. طبعا في ناس كتير اختارت عشان هي عبير قال لك شي بنت. لا، لما اقدم شخص جديد انا بقول ذس، هذا يكون او هذه تكون. فعارف انت تفصيلات صغيره كده عبيطه، انا وعدتك اني هبدا من تحت خالص. فاهدى كده، وايا كان مستواك بقى، انت هنا انت هنا انت هنا، انا هجيبها من تحت خالص وهنطلع كلنا مع بعض. فاهدى والموضوع كده هيعدي معاك زي الفل. ايه رايك في السؤال ده اللي جه سنه 22 ثانويه عامه، ثانويه عامه ثالثه؟ يعني انت اسئلتك اسئله ثالثه، مش هعاملك بقى ان انت لسه مش ثالثه. The dogs barked، الكلاب نبحت وهوهوت يعني لما شافت نفسها in the mirror، في المراية. هات كلب كده حطه قدام مراية مش هيصدق. ما تعرفش الكلب نفسه مش عارف ان ده شكله ولا ايه مش عارف. يعني هو نفسه مش متوقع او مثلا خايف. فالكلاب نبحت لما شافت نفسها في المراية. الولد قال لي يا مستر، دوج كلب يبقى غير عاقل، يبقى ايت سيلف. لا، دي جمع. فلما تبقى جمع تبقى زيم سيلفز. انا عارف ان في طلبه شاطره عارفه الحاجات دي، بس احنا معلش هنحترم كل انواع الطلاب ونجيبها خالص من تحت. بص الضمائر، هنخلص الضمائر ان شاء الله باذن الله. خلصنا الضمائر وادينا لك كم الاسئله الجميل ده. وبالمناسبه المذكره دي هتنزل لك PDF عشان دي تاسسك وتعرفك تحط رجلك ازاي. هناخده بقى شويه روابط مش قادر اقول لك على حلاوتها وجمالها. روابط اللغه الانجليزيه، حاجات انا تعلمك ازاي تكتب الكتابه، اساسيات الكتابه الصح. تتكلم ازاي وتكتب الجمله ازاي وتحط ايه وراها ING وايه. يعني في طلبه كتير ما تعرفش ان كلمه سينس بتساوي بيكوز اصلا. تخيل بقى ان كلمه بيكوز يعني لان، وسينس يعني لان. مستر احنا واخدين ان سينس معناها منذ. لما انت عندك سينس بتساوي لان، معناها لان بتساوي بيكوز. طيب، هنخلص كل الروابط المهمة ونخش بقى على مراجعة جبارة لكل الأزمنة. يا سلام عليك وانت بتتلخبط ما بين كل زمن والتاني. يعني انا مثلا لو واقف دلوقتي ماسك رجلي وبعمل كده وبتعكز عليها كده وانت بتقول لي مالك، قلت لك معلش يا حبيب قلب بابا انا كنت بلعب كوره امبارح والله رجلي وجعاني.
عارف عشان رجلي وجعاني دي المفروض اقول ايه؟ تعال اقول لك حاجه بسيطه كده هبدا لك بيها. ايه الفرق ما بين انا لما اقول لك I have played وبين لما اقول لك I was playing وبين لما اقول لك I played؟ انت عارف ده زمن وده زمن وده زمن. ناخدها كده من فوق. ده البريزنت بيرفكت، ده الباست كونتينيوس، وده الباست سيمبل. انا لعبت، انا كنت بلعب، انا لعبت. طب ما التلاته انا لعبت، بس بقول لك رجلي وجعاني. ها لما تطلع البلكونه وتلاقي في نقط ميه على العربيه والشارع كله ميه، فتقول الدنيا شتت. اذا في اثر، انت شايف الاثر. واللي رجله وجعاه هو لعب بس رجله وجعاه. يبقى اي حدث له اثر بنستخدم فيه هاز او هاف. ده انا بقول لك كده بسرعه، بس احنا لسه هناخد الموضوع بالتفصيل. هاز وهاف ده زمن البريزنت بيرفكت. طب لو قلت لك I was playing، ايوه انت كنت بتلعب امتى حضرتك؟ امبارح. yesterday. لا يا مستر، كلمة yesterday من كلمات الباست سيمبل. ما انا بقول لك انا كنت بلعب امبارح الساعة 6. اوبا specific time. انا حددت وقت معين. تصدق يا مستر انا اتعلمت والله، انا كنت بتلخبط جدا بينهم. انا ما كنتش اعرف امتى اقول دي وامتى اقول دي. يعني انا امبارح لو قلت لك انا اتفرجت على الماتش الساعة 9، ما دام قلت 9 اقول I was watching. والله فعلا حقيقي. طب لو طلعت من السينما وعمال تعمل كده وعينك وجعاك، عارف انت لما تكون في ضلمه وتطلع في نور فتقول انا لسه شايف الفيلم، مش ده اثر للفيلم؟ يبقى I have watched. افهم، اي اثر have وhas. اي وقت معين حددته was where. طب والماضي العادي بقى ده حدث حصل ومالوش اثر، يعني انتهى وخلص خلاص. انا لعبت كوره واقف قدامك زي الفل اهو، لا رجلي وجعاني ولا كتفي وجعني ولا في اي حاجه. فاهم قصدي؟ بدون اثر. ده انا بس بقول لك كده ايه، بندردشه مع بعض انا وانت دردشه ابويه كده جميله. دي التنسز هناخده بقى كل انواع الازمنه، وبص هشهيصك، هعيشك معايا يلا في تفصيلات انت ما شفتهاش قبل كده، حاجات مرعبه. بعد كده هناخده دروس العبارات الوصل بقى والحاجات الاساسيه في تركيبات الجمل من اولها لاخرها. ثم بعد ده مش محتوى حصه النهارده، لا ده محتوى كذا حصه. انا بس النهارده بقول لك هاسسك في كذا حاجه. دي مذكره كامله تمشيك مثلا 3 4 حصص كده، بحيث ان انت المنهج ينزل ان شاء الله. هو المنهج مرعب، خلي بالك المنهج الجديد، بس احنا بنجهز لك مذكرات تليق بحضرتك. فقلنا نديك اساسيات تمشيك الفتره دي. نديك درس الالزام والاقتراح، نعرفك ازاي تقترح وازاي تقول الالزام بالتفصيله من اولها لاخرها. ثم بعد ذلك الكويستشن تاج، ودي اخر حاجه تاخدها في اساسيات الكتابه اللي بتعرف الطالب كل تفصيله كبيره وصغيره. وبعد كده يا بطل الابطال بقى شويه افكار مرعبه، شويه افكار جامده جدا يا جماعه. يعني جمله تعرفها ايز ولا ار منين؟ تعرفها مفرد منين؟ مثلا كلمه ذا بلايند، المكفوفين، الناس المكفوفه، الناس اللي ما بتشوفش في العالم كله، ذا بلايند، اعتبرهم مفرد ولا جمع؟ يعني اقول هاز ولا هاف؟ طب لما اقول لك هنا انا سقت سواقه 10 دقائق، اتس ا 10 مينيت درايف ولا 10 مينيتس درايف ولا 10 مينيتس والابوستروف قبل الاس ولا 10 مينيتس والابوستروف بعد الاس؟ يعني انا بقول لك سواقه درايف، قياده لمده 10 دقائق. انا بص انا عمال ادردش معاك، خلي بالك من هنا وهنا وهنا، احنا في السؤال 91. انا عمال بس افهمك محتوى مذكره التاسيس عباره عن ايه. بص هتاخد كميه افكار انت ما شفتهاش، كلها اسئله والله من تالته. انا بعودك من دلوقتي على نظام تالته، معلش انا ما عنديش بقى اولى وثانيه وثالثه، انت ثانويه عامه يا باشا. زي ما قلت لك اللي هعمله مبني ابني في البيت هو اللي هيتعامل معاك. اسئله طويله شويه، بنقول لك ايه الجمله اللي بتدل على كده، بنديك اسئله كتيره جدا في السكيلز، نعرفك تفصيله كل حاجه منهم. وبعد كده بقى يا بطل الابطال في شويه دروس كده هقول لك عليها، هعديها لك بسرعه. ممكن ايه ديت، هبعت لك الملف بتاعها وملف ليسننج تسمعها وتظبط كده ودانك عشان الطريقه الجديده. ثم بعد ذلك المفاجاه الكبيره، والان مع المفاجاه الايه الكبرى، جدول الترجمه بطريقه مستر عبد المعبود. حبيب قلب بابا، انتوا كلكم عارفين ان في ترجمه في ثانويه عامه. طب يا مستر الترجمه اللي جبتها لنا دي والله العظيم دي ترجمه ثانويه عامه ثالثه. يعني انت لو حليت دي دلوقتي انت حليت سؤال في ثالثه. لقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا بيجي لك جمله عربي تختار انت انجلش، وبعدين بيجي لك انجلش تختار انت عربي. انا بقول لك بص، لقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا سلبيا. مستر كبرها لي كده مستر عشان انت شوقتني. اتفضل يا فندم اهو، اتفضل يا فندم قدامك اهو. مستر
سوشيال ميديا سوشيال ميديا في الاربعه زي بعض ماشي. ها هاد في اختلاف، دي هاد يا مستر، دي هاز، دي هاف، دي ووز. ازمنه يا باشا. بس مش هقول لك حاجه دلوقتي. played نيجاتيف مستر، دي رول بس النطق واحد. هو انا لما اجي انطق كلمه رول بنطقها رول، ولما اجي انطق رول بنطقها رول، بس دي رول دور. دي رول بمعنى قاعده او قانون، او لو جت فيرب يعني يحكم. حبيب قلبي انت عندك هنا كلمه ايه؟ انت عندك هنا كلمه دور. اوبا، يبقى انا عايز رول اللي بالاو. طب ما دام انت من اولها عايز رول اللي بالاو، انت كده عرفت تلقائيا ان الاخيره دي غلط، وان دي كمان غلط. يبقى خلاص انا كده سقطت بي وسقطت دي، اتبقى لي A و C. يعني هي يا A يا C. ابص بقى، الاختلاف الجوهري بين A و C ان دي ايه؟ دي هذا مستر. طب ودي؟ دي يا مستر هاف يا مستر. طب هي الجمله اولها ايه؟ اولها لقد يا مستر. طب ما ايه رايك بقى نبصوا في طريقه مستر عبد المعبود اللي بيقول لك كل حاجه بكل بساطه والله بما يرضي الله. لقد يعني ايه يا باشا؟ لقد غير قد من غير اللام. لقد اعرف دي معلومه حلوه قوي اهو، ثانويه عامه بالنسبه لي قلت لك. لقد كده باللام موضوع. لقد يعني هزو ايه؟ هزو هاف. الله، انا كده عرفت يا مستر الاجابه، خلاص مش محتاج. اقسم بالله مستر حلتها. ما دام اولها لقد يبقى مش تنفع هاد، هتبقى هي خلاص هي هاف، يبقى الاجابه الصح سي. برافو عليك، انت حليت سؤال ثانويه عامه، ثانويه عامه 2023. السؤال ده 23. ايه الصعب؟ معلش انا اسف يعني. هو لازم نقول الثانويه العامه حاجه جامده جدا والناس تعيط فيها؟ حبيبي انت ان شاء الله ان شاء الله انت هتجيب 60 يا هتكون فوق ال 55. فاطمن انت بقى وخطك في معايا في موضوع الكتابه، احنا عندنا كتابه. طب بعد الترجمه يا مستر بص عامل لك كام سؤال ترجمه لا في المذكره الجميله دي، مذكره تاسيسيه صغيره خالص قد كده. بص الجمال بقى، بعد كل ده كل دي تراجم ثانويه عامه، كل دي تراجم ثانويه عامه خلصتها مش هسيبك. كلمات ترجمه، وانا هسيبك تقعد الشهر ده من غير ما تحفظ؟ ده انا وراك ده انا هسمع لك. كلمات ترجمه في جميع المجالات، يعني مثلا لو انا عايز شويه كلمات في مجال الطب، الطب ممكن اخد الكلمات دي، ممكن اخد الكلمات دي، وده مجال صعب ويمكن يكون اول صفحة في الجدول ده هي اصعب واحدة فيهم. ثم كلمات ترجمة في مجالات تانية، الاقتصاد. كلمات ترجمة في مجالات تانية، بص بقى الجمال بقى، كلمات ترجمة في التعليم، في السياسة. طبعا احنا في حرب في العالم، في حروب دلوقتي، فالسياسة امر لابد منه. ممكن تيجي لك ترانسليشن ترجمة، ممكن تيجي لك ايه كمان في السياسة؟ قطعة كومبريهنشن بتتكلم عن حاجة سياسية. انا محتاج حصيلة كلمات محترمة. ايه الجمال وايه الحلاوه دي يا مستر؟ ده انا الشهر ده هتاسس تاسيس، سواء كنت متوسط، سواء كنت تحت المتوسط، سواء كنت ممتاز حتى، انا المذكره دي هتنفعني. بعد القاموس الروعه ده بقى تعالى في الاخر هتلاقيني حطيت لك كل الفيربس، الافعال كلها افكرك بيها تاني، عشان اي قاعده اقول لك عليها اقول لك انا عايز تصريف اول او تاني او تالت. اخر ورقتين يا معلم كل الافعال اللي عندك في الانجليش. قول لي بقى ناقصك ايه تاني؟ ناقصك تتبسمل كده وتقول بسم الله وتجيب لي سكتش دلوقتي وتقعد تكتب ورايا كل كبيره وصغيره، كل كلمه بقولها انت في ورقه بتكتبها. يعني لو لقيت الموضوع عندك مش محتاج كتابه ادي نفسك كده ملحوظه بطريقتك، بس ما تقعدليش ايدك على خدك كده تتفرج على الحصه. انا مش طالع اغني لك، انا طالع اساعدك. ابني حبيبي اسمع الكلام، اللي بيكتب بالورقه والقلم بيثبت المعلومه. انسى بقى عشان مش هنضحك على بعض، اكتب بالورقه والقلم وانطق اللي بتكتبه. خلاص؟ طيب مستر يعني احنا لو غلطنا في غلطه كده ولا كده في الجرامر دلوقتي هتشرحوا لنا؟ اهو السبورات الفاضيه دي كلها عشان اشرح لحضرتك. بص انا خلصت واحده اهو، بص التانيه اهي فاضيه خالص. هنقعد نشرح مع بعض كتير، خلصناها نخش على غيرها، خلصناها نخش على غيرها بس. فانا عايزك تهدى خالص، متقلقش، يعني كل حاجه جايه في وقتها ان شاء الله باذن الله. يلا بينا بقى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنبدأ من الضمائر. طبعا انا عايزك تهدى كده معايا، والملف لو عندك فتح PDF تمام، ما فتحش PDF اهو انا مكبر لك الشاشة خالص. ان شاء الله بإذن الله كل حاجة تكون قدام منك. يلا بينا، يلا بينا. رقم 1 I have a tablet. أنا عندي تابلت my own. It belongs only to me. أنا عندي تابلت بتاعي، ده يخصني.
belongs يعني بتاعي انا، يخصني انا، ملكي انا. طب وانا لما اقول لك انا عندي تابلت بتاعي، التابلت ده يخصني او ملكي، ايه رايك؟ مستر انا مش عارف، انا محتار، هي on my own ولا of my own؟ تعالى عشان انت محتار هقول لك ايه الفرق بين كلمة on my own وبين كلمة of my own. طبعا مش لازم تبقى my بس، my او اي ضمير تاني، يعني ممكن نقول on my own، on his own لو هو مذكر، on her own مؤنثة، on our own جمع، on their own، on your own مثلا. يعني نفس النظام of my own، of his own، of her own، of our own، of their own، of your own. ما معنى هذه الكلمة وما معنى هذه الكلمة؟ الكلمات اللي هي بتبدأ بأون دي معناها ان انت بنفسي، انا عملت الحاجة دي بنفسي، تقدر تقول كده او تقول لوحدي، يعني كأنك قلت alone. تخيل ان انت كأنك قلت alone لوحدي، انا عملت كذا لوحدي. طب ما هي على فكرة، فكر كده معايا، يعني كأنك قلت بدل on my own اكنك قلت alone، انا كتبت الواجب ده لوحدي. طب of my own بقى يا مستر، لا دي معناها ملكية، ملكي. يعني لما اقول لك العربية دي of my own، كأنك قلت ان العربية دي ايه؟ mine، it's mine، انها ملكي. طب of his own يبقى it's his، انها ملكه هو، وهكذا. انت بتلعب بالضمائر. الله يا مستر تصدق انا ما كنتش فاهم الضمائر. هو حضرتك هتدينا الضمائر من اولها بقى ولا كده خلاص؟ يا باشا تعالى، ناقصك ايه بس وانا معاك؟ انت بتحلم بايه؟ مستر انا مكسوف اقول لك، انا عايز من اول I وهي وشي وإت ووي وذي ويو. طب انت مكسوف ليه؟ لا يا مستر مش انا مش مكسوف، بس يعني انا عارفهم نص نص. المفعول بتاعها مي، المفعول بتاعها هم، المفعول بتاعها المفعول ها، انا في المفعول دلوقتي us them ويو. الملكية my his her its، بس من غير حاجة its كده ها، our their your. في ملكية تانية بس بتيجي في آخر الجملة، أو الملكية اللي هي possessive pronouns mine his hers، هنا ملهاش ours theirs yours. طب المنعكسة بقى، مش ساعات تقول أنا عملت الحاجة دي by myself بنفسي، يبقى هنا by himself بنفسه، ها by herself بنفسها، تمام، by itself، by ourselves، دخلنا على الجمع بقت selves عشان دي our، by themselves، by your، تمشي بقى self وتمشي selves مفرد وجمع عشان دي تنفع you انت او you انتم. طب لو احنا بقى عملنا كده وفنطنا الجداول دي وعملنا كده وعملنا كده وعملنا كده وعملنا كده، انت كده بالنسبة لك ايه الوضع بقى؟ دي اسمها ضمائر الفاعل. I he she it we they you. يا سلام عليك بقى لو انت واد غلس كده وبارد وعمال تقول لي ما انا عارف الحاجات دي كلها. يا عم اتأسس يا عم المنهج لسه جاي علينا هيفرتكنا كلنا، اتقل معايا عشان هحتاج الحاجات دي كلها. هنا ضمائر المفعول الأوبجكت، هنا الملكية، بس الملكية صفات الملكية دي صفات، وهنا الملكية بس الملكية ضمائر. هنا المنعكسة الضمائر الريفلكتيف، يبقى السبجكت الاوبجكت البوسيسيف ادجكتيفز possessive pronouns والريفلكتيف، ده كده اساميهم بالانجلش، تمام. دي الضمائر كلها يا مستر اللي عندنا. يعني يا مستر by myself هي on your own، قصدي on my own دي بنفسي ودي كمان بنفسي، برافو عليك. by myself هي on مش off، on. يبقى كده عندنا دي التعبير ده
بيساوي كأنك قلت alone، بيساوي ايه كمان؟ كأنك قلت by myself. يعني الثلاث دوائر دول كده ايه معناهم؟ لوحدك او بنفسك. بنفسي، لوحدي. فاهم حاجة؟ يلا يا مستر والله فهمت، شكرا يا حبيب قلبي. خش على السؤال اللي بعده. يبقى هنا الإجابة إن التابلت ده بتاعي، يبقى هي دي الإجابة المظبوطة. عشان ملكي of my own، لما أحط of هنا تبقى دي كده كلها ملكي. وصلت؟ وصلت. لوكسور is a great holiday destination. لوكسور يعتبر destination معناها مكان الوصول أو جهة، يعني مكان جميل. لوكسور مكان يقصده السياح. with not amazing monuments. monuments يعني آثار. الأقصر مليانة آثار. أيوة آثارها عايدة عليها هي، يبقى ملكية غير العاقل. يبقى اتس كده يا جماعة. مستر أمال إيه الفرق بين اتس دي وبين اتس اللي فيها أبوستروف؟ أنا مكسوف أقول لك بصراحة. إحنا قلنا هنا قلنا دي، يبقى هنا قلنا. إيه الفرق يا مستر بين اتس دي وبين اتس دي؟ أنت مكسوف؟ تعال أقول لك. اتس كده من غير ابوستروف دي ملكيه، اللي هي ملكيه غير العاقل اللي احنا قلنا عليها من شويه. ملكيه ايه بقى يا عم؟ ملكيه شيء لشيء. يعني ايه شيء لشيء؟ يعني بص انا اقول لك الموبايل بتاعي جرابه، العربيه كاوتشها. شيء لشيء مش انسان. المروحه سلكها، ريموت التكييف التكييف ده ريموته، وهكذا. طب اتس كده يا مستر، دي بقى تنطقها از او هاز، والاتنين صح حسب اللي وراها. شوف الابوستروف اس وراها ايه. والله لو جه وراها اي ان جي او صفه تبقى از. لو جه وراها تصريف ثالث او شيء مملوك، مثلا اقول لك مثلا القطه دي تمتلك عندها ديل طويل، ات هاز كذا. فانا بتكلم في ايه؟ بتكلم ان الابوستروف اس اختصار لايز او هاز حسب ما بعدها. والله يا مستر ماشي، انا هكتب الكلام ده وراك اهو. اكتبه، انا سايبك اهو، اكتبه. كمل. يلا بينا، يلا بينا، بسم الله. السؤال رقم 3. My new bike عجلتي is great. عجلتي كبيرة جدا وعظيمة جدا وحلوة جدا. نقط got lots of gears مليانة سرعات. عجلتي مليانة سرعات. بص يا باشا، انت هنا بعد النقط got الماضي من get، يبقى ده تصريف ايه؟ تصريف ثالث. ومستر عبد المعبود لسه قايل لنا دلوقتي لما تلاقي بي تصريف ثالث تبقى دي ايه؟ تبقى دي هاز. يبقى الاجابه هنا ايه؟ it has got. حتى انت بتقول has got صح؟ has got وhave got. يبقى هي اتس الاخيره اللي هي الابوستروف اس اللي تمشي اختصار لايز وهاز، بس هنا هي طلعت اختصار لمين؟ لهاز. نفس السؤال اللي بعده، تصدق مش هنقراه اصلا. بص اللي بعده، بعد النقط فيرب ايه؟ اي ان جي. واحنا قلنا لما نلاقي اي ان جي تبقى ديت كلمه ايه؟ تبقى الاي ان جي كلمه ايزي. يبقى انا عايز الابوستروف ولا من غير؟ طبعا عايز الابوستروف مستر. يبقى الاجابه برضو دي، لتر دي الاخيره. ماشي. رقم 5 اللي هو كان سؤال ثانويه عامه ثالثه ثانوي ده يا باشا بقى، بيقول لك الكلاب هوهوت ونبحت لما شافت نفسها in the mirror. يبقى الإجابة themselves. الإجابة يا جماعة themselves. طب رقم 6 our house is not as modern as. رقم 6 بتقول إن البيت ده بتاعنا مش حديث زي كذا. مش هينفع أقول لك بقى بيتنا مش حديث زي ها بيتهم ولا بيتنا ولا بيتها. يا باشا انت بتتلخبط في ايه؟ النقط فين؟ النقط في اخر الجمله يا مستر. ولما تلاقي ملكيه مكانها اخر الجمله يبقى تختار اللي اخرها اس theirs. يبقى ايه الملكيه المحببه اللي هي بتيجي اخر الجمله؟ اللي هي دي يا جماعه، الصف ده اللي اسمه ضمائر الملكيه. كل دول يا جماعه بيجوا دايما، يعني مش دايما اخر الجمله، ممكن اجيب لك جمله وراها كمان عادي، بس يعني في الغالبيه لما تلاقي النقط في الاخر اعرف. اقول لك مثلا this car is mine واقفل الجمله، فبتبقى يعني بنسبه كبيره في الاخر. تمام، انا بحاول اسهل لك بس على قد ما اقدر. ماشي يا مستر. رقم 7 did you help أسامة؟ هو أنت ساعدت أسامة finish his homework يخلص واجبه؟ قال لك no he finished it. لا هو خلص واجبه بنفسه. هو أنت ساعدت أسامة يخلص واجبه؟ قال له لا هو خلص واجبه لوحده. يا جماعة كلمة لوحده تبقى اوف؟ لا مش اوف دي ملكية. أمال كلمة لوحده تبقى إيه؟ المفروض تبقى by himself بنفسه، عشان عايدة على أسامة، وأسامة ده مذكر شخص، فالشخص ياخد him، يبقى by himself. تحذف by ليه؟
قال لك يجوز حذف باي، ينفع احذف باي عادي. فلما احذف باي تبقى himself. مستر طب انا كنت بفكر اقول باي سيلف. لا انت كده ما قلتش الضمير ما يتحذفش، لكن باي ممكن تتشال، يعني ممكن اشيل باي عادي ودي ما تفرقش معايا. ماشي. رقم 8 هالو ماي كلاسميتس، اهلا بكم يا اصحابي. نقط از ماي نيبر عبير، قلناها من شويه. لما اجي اعرف حد اعرفه بايه؟ قال لك عبير مؤنثه بس مش هينفع اقول شي، هقول this is، لان تقديم الاشخاص، عند تقديم الاشخاص بقول this طبعا القريب وذات البعيد، بس لما اجي اعرفك حد جنب مني يبقى واقف جنب مني this is على طول. تمام. رقم 9 look انظر. نقط isn't much time left have you made a decision. بص مفيش وقت كافي، انت خدت الديسيجن القرار بتاعك. لما اجي اقول لك لوك انظر لا يوجد وقت، يبقى انت كده محتاج تعرف يعني ايه كلمه يوجد ولا يوجد. يوجد اصلا ان هي there is، فانت الاجابه هنا تبقى there اللي هي دي. طبعا دي حته كده يعني ايه كاختلاف النطق شويه، عشان خاطر هو عشان there دي هي there دي فبيقول لك، لكن there is دي قاعده بره الضمائر شويه اللي هي there is يوجد و there are لو في جمع. تمام. رقم 10 حلو قوي. رقم 10 يا جماعه pieces of information يعني معلومات، لكن piece في 11 اهي piece of information معلومه واحده. انا هنا بقول معلومات ولا معلومه واحده؟ لما اجي اقول لك pieces of information معلومات، وهنا كمان في are، هنا في is، فانا خلاص اتاكدت ان السؤال ده جمع والسؤال ده مفرد. مستر ما هي المشكله ان انا بتلخبط بين this وذيس وذوس وذات، صح يا ابني؟ تعالى لي بتتلخبط. انا هقول لك تعمل ايه. this مع المفرد، ذات برضو مفرد، these مع الجمع، those برضو جمع. افصل كده يبقى انت عندك 2 مفرد و2 جمع. اللي فوق مفرد قريب، يعني القلم ده قريب، اقول لك this pen هذا القلم. مفرد بعيد، جمع قريب، جمع بعيد. بس يعني قريب وبعيد ديت في نوادر لما بتلاقيها، خلاص انت كبرت على الكلام. انت تبقى عارف ان ال4 حروف مفرد وال5 حروف جمع. يا عم في اسهل من كده؟ طب هنا بقول لك معلومات يبقى دي جمع، يبقى انا عايز 4 حروف ولا 5 حروف؟ 5 حروف، يبقى الاجابه بي these pieces. طب اللي بعدها بيس واحده، معلومه واحده، يبقى this، الاولى هذه المعلومه. ماشي يا مستر. this الاولى هذه المعلومه دي اسمها ايه؟ اسمها ادوات الاشاره يا حبيب قلبي. this هذا وهذه، that تلك، these هؤلاء، وذوس اولئك. ماشي يا مستر. سؤال رقم 12 he finished his homework، هو خلص واجبه بنفسه. مش انت هنا المفروض تقول by himself؟ طب احنا هنا ما قلناش by himself ليه يا مستر؟ مش المفروض اقول هو خلص واجبه by himself؟ مفيش by himself، في himself بس وفي by self من غير him. لا نختاره اللي من غير by متكرره زي ما قلت لك، تحذف by عادي. سؤال رقم 13 جامد جدا واوله every student، كل طالب will get a laptop، كل طالب سوف يحصل على لابتوب of نقط own ملكيته. احنا قلنا of مع own ملكية. اللي بينسى، الطالب اللي بينسى النساي، حبيب قلب بابا بحب افكرك اهي تعالالي النساي of لما تيجي مع own ملكية، لما تيجي مع اون ملكيه. يبقى لما اجي اقول لك دلوقتي كل طالب هياخد اللابتوب بتاعه، يبقى انا طالب مفرد يا مستر ستودنت. بس في قاعده بتقول جامده جدا محتاجه تتكتب دي. ها الجمله اللي اولها every يبقى ضميرها زي ومحتويات زي زم زير وهكذا. يبقى هنا هضطر اختار their. الجمله التي تبدا بافري انت بتقول كل طالب، يبقى كل طالب فهم كلهم بقوا كده بتتكلم كلابتوباتهم كلهم، يبقى their. 14 security guard checked the نقط and let them in، حارس الامن فحص شنطة الركاب ولا شنط الركاب ولا شنط الراكب الواحد؟ السؤال ده جامد قوي يا جماعه. ايه الفرق بين راكب وركاب؟ بص الابوستروف هنا فين ولا؟ الله لو تجيبها، الله لو عينك يعني تركز معايا كده، شايف
شايف دي ابوستروف اس. طب شايف دي اس ابوستروف. الله، ايه الفرق؟ قال لك ده يبقى ده راجل راكب واحد، مسافر واحد، دول ركاب مسافرين. طب يا ترى حارس الامن السكيورتي جارد فحص راكب ولا ركاب؟ ما الجمله مش باينه. لا الجمله باينه، لان ليت زم عايد عليهم، هم سابهم، يبقى خلاص passengers bags. يبقى اللي بيتلخبط يعني الاجابه هنا بي. اللي بيتلخبط في الملكيه نقول له حاجه حلوه جدا جدا جدا، لما تلاقي ابوستروف اس تبقى ايه؟ مفرد. لما تلاقي اس ابوستروف تبقى ايه؟ جمع. في الغالبيه يعني. في بعض النوادر بقى اديني كده اسم ولد اخره اس. فارس، واحد اسمه فارس عنده عربيه. بعض النوادر بقى يعني ممكن اقول لك فارس كار، عربيه فارس. في هذه الحاله بحط الابوستروف بعدها. هي كده فارس بس مش جمع يعني، عشان بس ما حدش يقول لي اصل كل الكلمات انت بتقولها مستر قاعده في المطلق. لا مش في المطلق، انا بقول لك بنسبه 90%. بسهل لك يا عم. يعني هنا مثلا this boy، اخر سؤال في الصفحه دي، this boy never pays attention. الولد ده لا ينتبه. pay attention يعني ينتبه. الولد ده مش بينتبه ابدا لكلام الابوين. parents advice ولا parents advice ولا parents، او مش الاب والام ولا جمع ولا مفيش مثنى في الانجليزي، يا مفرد يا جمع. يبقى parents يبقى الابوستروف بعد الاس، يبقى الاجابه الاخيره. بص انا ما خدتش من وقتك كتير، بس الضمائر كده اتفرمت. هات لي الضمائر يلا من اولها يا مستر عبد المعبود. بسم الله. الضمائر اولها اهو. اللي فيها اون غير اللي فيها اوف، ده بالنسبه لكلمه اون. اللي فيها اون معناها بنفسي، اللي فيها اوف ملكي. بقيه الضمائر يلا نغنيها، نمشي كده يا جماعه. يلا ها معايا في البيت بقى. I, me, my, mine, by, him, by myself, he, him, his, by himself, she, her, hers, by herself, its, by itself, we, us, ours, by ourselves, they, them, theirs, by themselves, you, yours, by yourself أو selves. انت كده معاك الضمائر كما انزل، يعني مفيش حاجه تقع معاك خالص. ولو لقيت اتس من غير حاجه اعرف انها ملكيه. اتس فيها ابوستروف تبقى يا از يا ايه؟ يا از يا هاز. وذيس وذات، ذيس وذات الاثنين مفرد، وذيس وذوس الاثنين جمع. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصفحه الاولى بتاعت الضمائر اتفرمت وخلصت وعدت. داخلين دلوقتي على حاجة اسمها الروابط. مين بقى حبيب قلب بابا ناقصه حاجة في الروابط؟ ده الروابط دي أجمد وأحلى حاجة في الدنيا. سمي الله كده كوباية شاكل جميلة وركز معايا. يلا بينا دلوقتي بقى هنشرح حاجة اسمها الروابط. الروابط يا جماعة يعني احنا بنربط بين الجملة والجملة، مش بنتكلم عن الروابط الزمنية. يعني مش هقولك after وبيفور ووايل ووين وas soon as والحاجات الزمنية، هناخدها في كل زمن، لا تقلق خالص. انا بس هشرح لك الروابط، هاخد منك صفحة يعني شقية شوية، هشقيك معايا، بس هقفل على كده. يعني مش عايزك النهاردة تحس ان انا الموضوع ضاغط عليك، لكن احنا في الطبيعي بعد كده احنا حصتنا هتبقى ساعتين كاملين 2 hours. تركز بقى كده معايا عشان هحل معاك كم اسئلة كتير. لما في الحصة التأسيسية واحدة واحدة على الناس، عشان هما بيقولوا لي بالراحة مستر انت داخل. انا معلش بنسى نفسي شوية في الجرامر، لان عايز اخليك احسن واحد في الدنيا والله. فهديك الروابط كلها النهاردة. هات لي بقى ورقة بيضة حلوة كده عشان هنكتب مع بعض الاول شوية تفاصيل. يلا بينا اكتب ورايا. بص يا حبيب قلبي، بالله عليك ما تقعد من غير ما تكتب، حلفتك بالله. اصل انت ممكن تقول لي ماشي وبتاع وتصور وخلاص. انت عندك صور دلوقتي على تليفونك بقالها كام سنة ما اتكتبتش. يلا حبيبي. لو جينا قلنا اول حاجة عايزين يا مستر حضرتك تلم لنا روابط التناقض. ايه روابط التناقض دي؟ وايه الفرق بينها مستر وبين روابط السبب؟ انا بعلمك حاجات كده في الكلمات بس ها. يعني روابط التناقض ازاي نجيب جملة متناقضة مع جملة. فكر كده معايا. يعني اديك جملة متناقضة، اولا هي اسمها بالانجلش كونتراست. يبقى انا كده هناخده الكونتراست كونكتورز، روابط التناقض. والسبب اسمها كوز، وساعات ممكن يعني تقول عليها ريزون، السبب. ما هو الفرق بين روابط التناقض وروابط السبب؟ يلا بينا بطل، يلا بينا يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لو قلت لك كلمة زي كلمة but، ولو قلت لك كلمة زي although،
but و although. ولو قلت لك كلمة however، ولو قلت لك كلمة despite. طب لو قلت لك كلمة in spite of. طب لو قلت لك كفاية كده عشان لسه في كتير، بس أنا مش عايز أزود عليك، هم مش دول بس، هو لسه في كتير، بس خليك في دول دلوقتي. أي كلمة من دول تلاقيها في جملة اعرف إن الجملة دي متناقضة، يعني عارف اللي هو أنا كنت تعبان بس رحت المدرسة، فأنت بتقول بس رحت المدرسة، أنت كده اللي تعبان ما يروحش، فأنت رحت، يبقى التناقض في المعنى. but معناها ولكن، although معناها بالرغم، but يعني ولكن، ومن أول although تقدر تقول معناها بالرغم من، ودي كمان بالرغم من، ودي كمان بالرغم من، بالرغم من. أمال إيه الفرق يا مستر؟ but وراها جملة، although وراها جملة، جملة عادية، كلهم بيجي وراهم جملة عادية، جملة ما عدا آخر اتنين ما بيجيش وراهم جملة، بيجي وراهم يا إما verb ing على طول أو تحط noun الاسم. يعني اقول لك مثلا despite playing بالرغم من اللعب so badly، بالرغم من اللعب سيء جدا او اللعب كان وحش جدا so bad، بالرغم ان اللعب ده كان حاجة وحشة ولكن الفريق كسب، فانت بتتكلم في حاجة متناقضة. despite being ill على الرغم من اني كنت تعبان ولكن I arrived انا وصلت، بالرغم ان انا كنت تعبان بس انا جيت يا جماعة الحمد لله، انا جيت، انا حضرت الموضوع I came. فعارف انت but ولكن من اول هنا لحد هنا بالرغم. طب but و although however وراهم جملة عادية، جملة عادية يعني جملة كاملة، مثلا he was ill، جملة كاملة هو كان تعبان. لكن هنا بتقول despite، بتقول على طول being ill او illness المرض بتاعه على طول، فانت يا تحط النون يا تحط الفيرب ing، الاتنين صح. يبقى يا جماعه روابط التناقض اللي عليك دلوقتي مهمه جدا، الخمسه دول في كتير بس احفظ دول معلش. روابط السبب دول بقى منقسمين عيلتين، عيله اسمها عيله لان، وعيله تانية اسمها عيله بسبب. والله اللي عايز يحفظ عيله لان هي عيله سهله وبسيطه، عيله جميله وحافظه نفسها. عيله لان اللي هي because لأن بتساوي as لأن بتساوي since لأن، التلاتة يعني لأن. يقول لك أنت جبت العربية دي ليه؟ والله لأنها عربية كويسة، يبقى جملة كاملة لأن. أما كلمة بسبب مش لأن، كذا واحدة بقى تقدر تقول كلمة بسبب يعني because of، تحط لها بس of زيادة، وتنفع due to، وتنفع الكلمة دي owing to، يبقى أنا عندي كلمة اسمها due to owing to، وعندي كلمة بفضل أو بسبب برضو thanks to. إيه يا مستر ده؟ مش كلمة thanks يعني شكرا أشكرك thank you، لا thanks شكرا من غير to، لكن thanks to يبقى معناها بفضل أو بسبب، بسبب كذا، بفضل المجهود، بسبب المجهود. طب ايه الفرق بين الاحمر وبين الاخضر؟ المعنى بس يعني دي لان ودي بسبب؟ لا ده في فرق كبير. اللي هم معناهم لان بيجي وراهم جمله عاديه، اما اللي معناهم بسبب بيجي وراهم نفس الحاجتين اللي كنا قايلينهم دول، يا اي ان جي يا ناون. يبقى اي كلمه معناها بسبب من دول الاربعه دول يا اي ان جي او ناون، يا ناون. يبقى انا لما اجي اقول لك دلوقتي اي جمله اقول لك انا عايز اعرف وراها اي ان جي ولا لا، ابص الاثنين دول عايزين وراهم اي ان جي فيرب اي ان جي، الاربعه دول بيجي وراهم فيرب اي ان جي او ناون يعني. بس لما تلاقي في الاختيارات بص هريحك، تعالى كده هنا. انا عارف ان في طلبه ما بتفهمش غير بالامثله، ايه رايك في المثال ده؟ رقم 18 thanks لوحدها شكرا، لكن thanks to بسبب او بفضل doing exercise، بفضل التمرينات I keep fit. فانت كده جبت جمله محترمه جدا، يبقى الاجابه اهي اديك حلتها من قبل ما اوصل لها.
طب ايه رأيك مثلا في رقم 21؟ بي ام دبليو كارز، عربيات البي ام دبليو ار اكسبنسيف، عربيات غالية. ليه يا مستر؟ عشان being made of strong materials، عشان هي عربيات معمولة من مواد خام قوية، ماتيريال، مادة خام. فعربيات البي ام دبليو عربيات يعني غالية لأنها معمولة بسبب كونها معمولة. طب ما كده في فيرب اي ان جي. انا عايز اقول بقى لانها بسبب. هي البي ام دبليو غاليه ليه؟ عشان معموله من حاجات غاليه، فدي طبعا هو ده السبب بتاعها. يبقى انت عايز روابط سبب ولا تناقض؟ لا، هو ده السبب، ان هي غاليه عشان كده. اقول بقى لان ولا اقول بسبب؟ اشوف اللي وراها. والله وراها فيرب اي ان جي، يبقى انا هنا في الخانه دي انا عايز حاجات من الاربعه دول اللي بيجي وراهم اي ان جي. يا ترى ايه في الاربعه؟ يلا قول معايا بالله عليك. because of, due to, owing to, thanks to. اسمع يلا ها. because of, owing to, due to و thanks to. ايه اللي موجود في دول؟ تصدق يا مستر؟ due to الوحيدة اللي موجودة. بص مثلا رقم 26 من غير ما اقول لك اي حاجة اصلا انت هتحلها لوحدك صح. من غير ما انا اقولها لك انت لوحدك هتيجي معاك صح. despite. يا راجل انا لسه قايل لك لما تلاقي كلمه despite وراها فيرب ايه تقول لي اي ان جي. بالرغم. ما بس despite يعني ايه بقى؟ بالرغم ولا بسبب؟ شفت بقى؟ يبقى في روابط تناقض وفي روابط سبب. ده لسه في روابط تانية كتيرة، في انواع تانية، في روابط نتيجة وفي روابط اضافة وفي روابط زمنية. انا لسه في الاول معاك، عشان كده انا لو سبت نفسي عليك هنقعدوا ولا 10 ساعات دلوقتي والله العظيم. فانا بزهقش في الحاجات دي. ده انا بمسك الولا في البيت، قلت لك ابني يعني لما بروح البيت بدري بيعمل نفسه نايم، والله عشان مصلحتك، والله حبا فيك وعشان تبقى انت احسن واحد في الدنيا. يبقى despite معناها بالرغم، وعايزين نحط وراها verb ing 26. يبقى تا 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 الاجابه سي من غير ما نفكر، من غير ما نقرا اصلا الجمله. يعني يا مستر اكتب دول دلوقتي اهو؟ هطلع لك بره الكادر خالص، اكتبهم بالله عليك. انا بره الكادر اهو، انا بره الكادر اهو، مش موجود. انا مش هلغوش عليك ها، عشان ما تصورش. انا عارف انتوا هتصوروا، والله انتوا هتقعدوا تصوروا تروحوا البيت وتعملوا فيها ان انتوا ها. مش هصور، مش هخليك تصور. اكتب يا ابني، بطل كسل. ماشي حبيب بابا. طب في بقى ملاحظات بعد اذنكم، دي كده البورد دي انا هنزل منها دلوقتي عشان في ملحوظه مهمه جدا عايز اقولها. ممكن؟ يلا بقى. طب يلا. شويه بقى ملاحظات حلوه قوي، اكتبها ورايا. بص اهو، شويه تركات لابني الغالي. نبي في مدرس انجليزي يكتب بالعربي؟ فضحتونا يا جدعان والله العظيم، والله العظيم ده يعني عيب، والله عيب عيب يا ابني. اول تركايه محترم، ما الفرق بين كلمه as well وبين as well as؟ تاني تركايه محترم، ما الفرق بين كلمه in addition وبين كلمه in addition to؟ دول بقى في روابط الايه؟ الاضافه. ده موضوع تاني بقى خالص. ما عشان في طلبه لما بتلاقي حاجه بتقول لك اصل ديت ما شفتهاش قبل كده، وفي كلمه كده اسمها بدلا من instead ولا instead of. تيجي يلا نفرق بينهم. كنت 3 ادي واحده، ادي التانيه، ادي التالته. الله على الجمال يا مستر. as well بس يعني ايضا، باجي في اخر الجمله كده اقول لك كذا كذا ايضا. as well as معناها بالاضافه الى، بالاضافه لي، بالاضافه لكذا انا هعمل كذا. in addition معناها بالاضافه لذلك. in addition to معناها بالاضافه لي بس مفيش ذلك. يا سلام، هي كده عشان تيجي وراه الاي ان جي او الناون يعني. instead بدلا من ذلك. الله. instead of بدلا من بس مفيش ذلك. طب والله سبوره حلو، احفظوها. يلا as well. قول ورايا بقى، قول ورايا لو ما قلتش ولا as well as
in addition, in addition to, instead of. طيب دي بيجي وراها verb ing، دي وراها ال ing، يعني دايما التانية ing in addition to بالإضافة لكذا. الفيرب لما بيجي ing، يعني يبقى هنا اللي فيها زيادة، دي فيها as زيادة، دي فيها to زيادة، دي فيها of زيادة. بس لما اجي اقول لك بدلا من كذا حصل كذا، يبقى انا في كلمة بدل يعني ايه؟ التالتة instead او instead of. شوف بقى انت وراها ing ولا لا. يبقى دلوقتي يا جدعان لما واحنا بنحل، عشان بس احنا هنبدأ حل، كل ده هيروح. احنا بنحل لما تبقى عايز تقول كلمة ايضا تقول as well as بس عايز تقول بالاضافة لي تنفع دي ودي ودي، ما التلاتة على as well as in addition to. بس اللي فيها as او فيها to بتاخد ing، اللي ما فيهاش حاجة in addition بس لذلك تاخد جملة عادية. instead بدلا من ذلك، instead of بدلا من بس. بطلنا بقى كلام، يلا بينا بسم الله. كلمنا كتير قوي، تعالى لي بالله عليك عايزك انت تركز معايا يا ابني، بالله عليك يا ابني ركز معايا. ربنا رب يشفيك يا رب ويسترها علينا يا رب كلنا. ربنا يشفيك يا ابني والله. انا مش هتكلم. I'll wait for you، انا سوف انتظرك. not walking home alone، هنا في verb ing. هو بيقول لك انا هستناك بدلا من اني اتمشى لوحدي walking home، اروح البيت لوحدي ليه يا عم؟ انا هستناك بدلا من. يبقى انت هنا عايز كلمة بدلا. يا ترى بقى بدلا كانت فين؟ هنا لا هنا في اتنين. شوف في ing ولا لا عشان ناخده اللي فيها of ولا لا. اوبا انا عرفت ان انت جاوبت صح، انا عرفت انك جاوبت صح اهي. خلاص بالراحه علي. instead of. 17 I didn't go alone، انا ما رحتش لوحدي. not I waited for my dad، انا ما رحتش لوحدي بس انا بدلا من ذلك استنيت ابويا. يبقى انت برضو بتقول بدل بس ما فيش ing، يبقى اختار instead of ولا instead من غير of. ايوه الاولى عشان ما فيش ing. 18 حليناها من شويه لما قلنا ان thanks لما بتاخد to معناها بفضل او بسبب، وبيجي وراها ايه يا جماعه؟ verb ing. يلا بينا. رقم 19 معانا 19 هتبقى نقط it's too hot in the desert a few people live there. a few يعني قليل من الناس عايشه هناك، على الرغم ان الدنيا حر جدا جدا في الصحراء. بس في ناس كتير عايشه هناك. لا مش لايقه. طب لان الدنيا في ناس قليله، قصدي لان الدنيا حر في الصحراء في ناس قليله. كده لايقه. يبقى انت بتديني السبب. هو ليه في ناس قليله في الصحراء؟ عشان الجو حر. يبقى علشان الجو تو هوت. تو يعني جدا جدا. يبقى انا عايز اقول لان يعني بيكوز يا مستر. ما لقيتش بيكوز، ما هي مستر. لا دي مش لان. بص بقى اللخبطه. ما هو بقى لا بيعمل ايه؟ بيلعب على ايه؟ على دماغك. لان غير بسبب. لان بيكوز بس، لكن بسبب بيكوز اوف. لو هتاخد دي دور في ing او نون ولا جمله عاديه. يعني يا مستر انت عايز تقول لنا حضرتك ان الجمله اللي هي فيها اوف عايزه وراها يا ing يا اسم، وهنا مفيش ولا ing ولا فيها اسم، ده جمله كامله it is to. يبقى انا كده مش هينفع اختار بسبب، انا هختار لان. طب لان بقى يعني ايه؟ لان يا مستر يعني بيكوز او از او سنس. يبقى انا هقول لان الدنيا حر في الصحراء، يبقى الاجابه سنس. بس في ناس كتير قوي مفكره ان سنس منذ. لا سنس هنا بمعنى لان، وفي سنس منذ في الانجليزي عادي مع مضارع التام. يلا بينا رقم 20 as well as بالاضافه الى نقط the shopping I visited my aunt. طب ما دي as well as. هو انا قلت as well بس ولا قلت as well as؟ بص كده عندك. انا قلت as well بس ولا as well as؟ يبقى الثانيه فيها ايه؟ ing. يبقى خلاص الاجابه على طول. ده انا مش هقرا الجمله. ده ايه القاعده الجميله دي يا مستر؟ روح ربنا يبارك لك، الروابط بقت جميله. ولا لو معاك روابط ومعاك ضمائر ومعاك كمان الحصه اللي هديها لك اللي جايه واللي بعدها تعرف تكتب اي جمله انجليزي مظبوط. اسمع اللي بقول لك عليه.
رقم 21 عربيات البي ام دبليو مالها ار اكسبنسيف، عربيات غاليه. نقط بينج حليناها قلنا بسبب انها بينج معموله من مواد قويه جدا، بسبب ديو تو. طب رقم 22 بصوا بقى رقم 22. رقم ده يا جماعه رقم مستفز، او السؤال ده سؤال مستفز. ليه يا مستر؟ في هنا نقط I was putting on weight عشان أنا بزداد في الوزن، بتخن. I had to follow diet. had to يعني لازم. عشان أنا بزداد في الوزن أنا لازم أعمل دايت. يبقى أنت هنا بتديني السبب، يبقى ده السبب. عشان أنا بزداد في الوزن لازم أعمل دايت. فين كلمة لأن أنا بزداد؟ ما هو احنا عايزين سبب مش عايزين تناقض. احنا كده عرفنا احنا في الشارع ده هنا ولا هنا بقى. يلا شوف، لأن ولا بسبب؟ لأن أنا بزداد في الوزن ولا بسبب؟ مفيش أصلا بسبب، أنت عندك بيكوز بس مش بيكوز أوف. طب لأن خلاص يا مستر هناخده لأن، يا بيكوز يا از يا سينس. أبص في بيكوز في سينس طب ما دي لأن ودي لأن. خلي بالك في هنا ديو تو برضه اللي هي معناها بسبب، بس ديو تو عايزة وراها إيه؟ فيرب اي ان جي عشان الشطار حبايبي. ديو تو عايزه وراها اي ان جي، خلاص يبقى دي لا. ودي بيسايدز بالاضافه لا، ملهاش دعوه اصلا، او بجانب بالاضافه الى ذلك يعني، او بجانب يعني. يبقى يا بيكوز يا سينس. فانت كده عايز تقول لان انا بزداد في الوزن انا لازم اعمل دايت. طب ما بيكوز لان وسينس لان. الله، هو في جمله فيها اتنين صح؟ لا، انت فاتك حته مهمه جدا. النقط في اول الجمله، ما ينفعش حرف البي سمول في اول الجمله. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده بيسالك في علامات الترقيم. يبقى الاجابه سنس اللي هي معناها لان. طب ما لان يعني بيكوز، بس البي سمول لو كانت البي كابيتال كنت هقول الاولى بيكوز. فهمت؟ عشان النقط في الاول. وصلت؟ ماشي. رقم 23 I feel sick، أنا أشعر بالمرض. sick يعني مريض. I will go out، أنا أشعر بالمرض وهخرج. طب واحد هيشعر بالمرض وهنا هيخرج، هل الجملتين سبب ولا متناقضتين؟ مش طبيعي ان انا اشعر بالمرض واخرج، يبقى ده تناقض. يبقى انا عايز رابط من روابط التناقض. ايه بقى التناقض اللي هنا؟ فكر كده معايا هنا. ايه التناقض؟ كونتراست. but ولا also ولا however ولا despite ولا in spite of. على فكرة هي اسمها in spite of مش in spite بس. in spite of اهي يا جماعه. ناقص كنا ناسين الاوف بتاعتها. يبقى في despite وفي in spite of. ركز معايا الله يبارك لك. ماشي. يبقى انا هنا هقول انا اشعر بالمرض ولكني هخرج، ولكن يبقى بط. خلاص. وبعدين عايز اقول لك على حاجه تريحك بقى، مش في كومه صغيره هنا وانت مش شايفها عشان بعيد عن الكاميرا. في هنا كومه، الكومه اللي بعدها نقط بتحب دايما بط قبلها كومه. احفظوها بقى. اللي بعده السؤال رقم 24 being fit. يا راجل ده انت المفروض ايه دي؟ اي ان جي. فما تفكرش بقى. she was able to win the race. هي كانت fit قوية ولائقة فكانت قادرة تكسب السباق. هي كسبت السباق عشان هي قوية. يبقى ده سبب ولا مش؟ سبب. يبقى انا بدور على روابط السبب. since لأن، بس since معناها لأن ما بيجيش وراها اي ان جي. بص since وراها جملة. الله، يبقى since غلط. as، ما هي as زي since لأن. احنا عايزين اي ان جي. because. الله، تصدق يا مستر انا ممكن اقول لك طريقة حلوة. هي الإجابة هنا ايه يا مستر؟ الإجابة thanks to عشان معناها بسبب. طب ليه التلاتة دول غلط؟ هقول لك غلط. مش because هي as هي since اصلا مش كلهم بنفس المعنى. لما تلاقي اختيارات بنفس المعنى في سؤال واحد يبقى هما التلاتة غلط. لان مادام دي بتساوي دي بتساوي دي ما كانش ينفع يحط لي 3 متساويين، لان كده في 3 اختيارات صح. يبقى دي غلط ودي غلط ودي غلط. يعني انت اصلا لو ذكي ممكن تحل هذا السؤال بالاستبعاد، انك تشيل الحاجات اللي شبه بعضها. عارف انت لما اقول لك سالب وسالب وسالب وموجب يبقى السوالب كلها شبه بعضها. ما هو لو جت دي تبقى دي، ما كلهم معناهم لان. فاهم قصدي؟ 25 بقى. نقط being well I will train for the match. being well يعني جيدا، أنا كويس.
I will train أنا سوف أتدرب على الماتش. عشان أنا كويس، عشان بقيت كويس أنا هتدرب على مستر أنا مش عايزك تحرق مستر صوتك بالله عليك. إيه دي؟ فيها اي ان جي، خلاص اي ان جي مستر. اجيب كده الروابط اللي حضرتك مديها لي، هم صفحتين، الصفحه دي جميله جدا ومنظمه والصفحه دي. هنا مستر ايه بقى اللي بياخد اي ان جي؟ لو جينا طلعنا كده كل اللي بياخد اي ان جي من البورد بتاعت حضرتك هيبقى كده 1 2 3 كده 3 كلمات، وهنا مستر في اللي قبلهم كان في هنا 4 وهنا في 2، يبقى 4 و2 6 وهناك 3، يبقى كده الاجمالي 9 كلمات بياخدوا اي ان جي. طب بص بالله عليك لو انت يعني ناسيهم، اللي بياخد اي ان جي as well as و in addition to و instead of، ده في السبوره دي. طب لما اجي اقول لك هنا مين هنا من ضمن دول بياخد اي ان جي في رقم 25، انا في 25، شفت بقى انت حليت ازاي؟ عشان فيها فيرب اي ان جي يبقى الاجابه ايه؟ يبقى الاجابه بي. in addition to. مستر بس كانوا بيقولوا لنا واحنا صغيرين دايما اي تو وراها مصدر، ده مين اللي قال لك كده؟ في حاجات في توهات كتيره مش وراها مصدر، مش اي تو وراها مصدر على فكره، الموضوع غلط خالص بقى، مش حاجه اسمها تو مصدر، لا لا لا، في تو كتير، في كلمات كتيره فيها تو وراها اي ان جي، وهناخده دوت في الدرس بتاع الفيربس والافعال اللي بيجي وراها اي ان جي او بيجي وراها تو المصدر. رقم 26 despite بالرغم من، حليناها من شويه لما قلنا ان كلمه despite معناها بالرغم، وكلمه بالرغم بيجي وراها فيرب ايه؟ فيرب اي ان جي. بالرغم من being busy، على الرغم من كونها busy مشغوله، may agreed to help us. رقم 27 although بالرغم من نقط، برضو although معناها بالرغم، بس although بتفرق ايه بقى عن despite؟ نجيبوها كده ونفكر الطلبه حبايب قلب بابا. ادي although بيجي وراها جمله عاديه، لكن despite اي ان جي، ما هي دي تبع الاثنين دول. يبقى الجمله العاديه اللي هي يا مستر اصل انا مش متاسس ما اعرفش يعني ايه جمله، يا نهار ابيض، جمله لا جمله 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 جمله، فاعل فعل مفعول. يعني مثلا علي راح المدرسه، لكن لما اجي احط لك بقى اي ان جي اقول لك جوينج سكول على طول من غير علي، احط الفيرب اي ان جي من غير ما اقول الشخص اللي عملها، فاهم قصدي؟ ماشي يا مستر. although بالرغم من دي عايزه جمله عاديه، جمله عاديه، دي ناقصه was مين اللي was بقى؟ مين الفاعل؟ مفيش هنا، فيبقى دي ناقصه، والاخيره برضو ناقصه، هي اصلا شبه بعضها. تمام، يبقى هنا being busy، being although ما بتاخدش اي ان جي، فلو انا مشيت بالاستبعاد خلاص انا عرفت الاجابه she was busy، على الرغم انها كانت was busy مشغوله. شكرا. وبعدين هنا عايزين جمله، ادي الفاعل وادي الفيرب، تمام، فاعل فعل، she was busy كانت مشغوله، الصفه بتاعتها او تكمله الجمله. 28 because مستر انا عرفتها ما تقولش because to doing، because ما بتاخدش to اصلا، ازعل منك. because بتاخد of، يا because بس يا because of، مفيش حاجه اسمها because to، التانيه اسمها thanks to، ولا واحده of وثلاثه to، واحده of وثلاثه to، ركز بالله عليك. يبقى انا هنا يا مستر سوري انا اتلخبطت، because ما بتاخدش to. because I do ولا because doing؟ because بس ما فيهاش of ما تاخدش ing، يبقى بالاستبعاد because I do فاعل وفعل، أنا بفعل أو أنا بعمل exercise regularly بانتظام، I keep fit. رقم 29 والسؤال ده بقى أنا بختم بيه، بخليه كده الحلويات كلها. بص أنا مش عايز أضغط عليك النهاردة، خد بالك، لأن أنا ممكن أروقك، بس أنا مش عايز أروقك قوي يعني النهاردة. ليه بقى بطل الأبطال؟ صلي بينا كده على النبي، عشان الحتة دي هشرحها لك هنا على طول جنبها كده. أنا مش عايز أضغط عليك. ليه؟ اول حصه انت لسه بتشوف الدنيا ماشيه ازاي، بتعرف الطريق ماشي ازاي، اللي عارفنا تمام واللي مش عارفنا ادي اتعرف علينا حبيب قلبي، واللي كان خايف اطمن، واللي لسه برضه جواه شويه خوف اصل الحصه الاولى. انا حصتي هتبقى معاك ساعتين ما تقلقش، انا براجع الواجب القديم الاول بنفسي، مش ببعت لك السكرتاري ولا بقول لك مثلا الاسيستنت ولا اتفرج على اليوتيوب انا براجع الواجب في الحصه بنفسي معاك، هراجع الواجب بنفسي، وبعد كده هشوف لك التريكات، فهلم الحصه كلها. دي لوحدها بتاع ساعه مثلا ولا نص ساعه ولا ساعه الا ربع، انت وحظك. وبعد كده بنبدا نشتغل الحصه الجديده، بديك الفوكاب، بعد كده بحل على الفوكاب، بعد كده بديك الجرامر، بعد كده بحل على الجرامر، بعد كده بدي تيست كامل، وبعدين في امتحان اصلا مش تفتح الحصه غير لما تعدي لي الامتحان بتاعي. هصبر عليك شويه وهنخلي الموضوع بينا وبين بعض شويه، مش هصيح على طول يعني، بس برضو لو
انا مش محتاج ابلغ ولي الامر لان انا ولي امرك السنه دي. قلت لك انا ابني قدك ثانويه عامه، فانا اب ومدرس، فانا ولي امر. لو جبت درجه هنط لك من جوه تليفونك. لو بتتفرج على تليفون او على تاب او على تلفزيون هتلاقيني نطيت لك ضربتك ورجعت تاني. تسالش بقى ازاي، احنا بنعرف نعمله حاجتنا كويس. عادل as well as his friends. مستر انت محسسني ان السؤال صعب. مستر فريندز يعني اصدقاء تبقى ار. تفكر يعني انا عامل كل المقدمه دي عشان اديك حته هبله زي دي؟ تاخد دي كمان. ده انت غلبان يا ابني. as well as يعني بس مش زي and. ايه يعني لو كانت الجمله دي عادل and his friends، عادل واصحابه، كنت قلت are helpful. عادل واصحابه متعاونون، يبقى are عشان ده عادل واصحابه يعني جمع. لكن as well as يلا بينا على الجملة. الإجابة ما تصدمش، ده أنا عايز السؤال ده اديه لأي واحد صاحبك علم عليه، قول له تعالى اديك حتة لو جدع حلها. الإجابة is. إزاي بقى؟ فهمها لي. إزاي فريندز أصدقاء جمع وتاخد is أصلا مش راكبة؟ أقول لك is دي عايدة على عادل بس. هي دي بقى قاعدة as well as. مستر مش دي as well as اللي حضرتك قلتها لنا هنا من شوية؟ as well as اللي هي دي as well as بالإضافة إلى. أيوه بس خلي بالك بقى أنا بقول لك إيه. عادل بالإضافة لأصحابه، يعني عادل وأصحابه. قال لك القاعدة إن إحنا بنحط الفعل على حسب أول اسم. عادل is كأن كل ده مش موجود. اعتبر الجملة دي ما كانتش موجودة. كده الجملة ايه؟ عادل is helpful. طب ما صح يا راجل. والله صح اهو يا عم، ولا تزعل نفسك. اعتبرني ما قلتش حاجة خالص. قدرني لسه داخل لك دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اديت لك الجملة بتاعت رقم 29، هي جملة تحتها شبهها. بس ركزوا كده عشان في ناس الموضوع مرعب بالنسبة لها. بالله عليك تركز. عادل as well as his friends، عادل وأصحابه. لما نلاقي as well as بين اسمين، شخص وشخص، ما بجمعهمش، لا باخد الفيرب على أول واحد بس. مستر يعني دي إذا عشان عادل. طب أنا هسألك سؤال بقى جامد قوي، اتفضل. لو كانت الجملة دي أولها فريندز وبعدها عادل، لو كانت الجملة مثلا فريندز الأصدقاء أو عادلز فريندز as well as عادل، لو كان عادل اللي هنا وفريندز اللي هنا، كانت تبقى الإجابة إيه؟ لأن فريندز جمع. فأنت كده لو كنا خلينا عادل هنا والأصدقاء هنا، هتبقى على عايدة على الأصدقاء. طب ما كده هتبقى الجملة أصلا مكتوبة عادل مش منطقية برضو. خلي بالك القاعدة دي مش منطقية. بقول لك إيه، طب أديك جملة تجنك. تعالى انت لسه شفت حاجة؟ ده احنا طول السنة عندنا قصص وحكايات وروايات. ايه رأيك في الجملة دي؟ She as well as I is happy. هات لي جملة شفت I جنب is فيها كده، مش هتلاقي. طب she as well as I has a car. ايه ده has المفروض I have. يعني اصلا لو انت قلت لواحد صاحبك اديني جمله فيها اي از، هيقول لك التعبيط مفيش الكلام ده، اسمها اي ام. ولو قلت له اديني جمله فيها اي هاز، هيقول لك لا اسمها اي هاف. انت حمار في الانجليزي، قول له انت اللي حمار. القاعده بتقول از ويل از، بنحط الفيرب هاز على حسب شي، بنحط از على حسب شي. طب لو عكست اي جنب شي، لو انت جدع بقى قولها. يعني انا لو قلت لك اي as well as she نقط happy، انا وهي سعداء، حل. ما هتتعامل على مين؟ على اي. هتبقى ايه؟ هتبقى I am. بس بص بذمتك في حاجه اسمها she am. يبقى الجمل دي تحسها غلط بس هي صح. حته تركايه يا جماعه، تركايه جامده جدا جدا جدا.
حبيب قلب بابا الجميل، انا عايز اقول لك ان الملف ده لما هينزل لك انت تقعد بقى تمسك لي الازمنه تحضير. انا كل حصه هديك حاجه تحضير، ها هتحضروها النهارده عشان الحصه الجايه. حضروا الازمنه. مستر يعني ايه حضر؟ يعني اعمل ايه؟ مش فاهم انا. يا عم حل حل وجرب بالقلم الرصاص. ممكن تجربها لي بالرصاص لو سمحت؟ جرب لي الصفحه دي لما تتحمل لك PDF انزل صورها. ولو انت عندنا هنا في اسكندريه المذكرات موجوده في كل السنوات اللي احنا فيها دي فور فري، دي هديه بابا حبيبك دي مني ليك كده من غير اي حاجه. والقاموس اللي ورا خد لك صفحه منه بقى، لان انا وريته لك في اول الحصه. خد لك صفحه كده، ابدا كده. انت عندك ورا بتاع 6 صفحات ولا حاجه. يعني لو كل اسبوع، مش كل يوم، اسبوع خدت صفحه، كل يوم حته كده، والله العظيم هتخش المدرسه ما حد قدك. اسمع اللي بقول لك عليه. وهتوحشوني جدا لحد الحصه الاساسيه بقى الاولى ان شاء الله في منهجنا. ويا رب اكون قدرت كده يعني اطمن قلبك. انا عندي حاجات كتيره في التاسيس، خلي بالك. يعني مش ده كل التاسيس بصراحه، احنا لسه عندنا كمان قصص في الازمنه. الازمنه ده موضوع كبير. فيعني انا مش عايز بس اضغط عليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون. صلى على النبي كده معايا. تعال نشوف السبورات اللي قلناها من اول الحصه. انا كل حصه بحاول اجيب لك الموضوع من اوله عشان لو ما كنتش خدتها تاخدها، او تاخدها سكرين، او تظبطها الدنيا زي ما انت عايز. اهو اهو. بس يا بطل الابطال، خد بقى البوسه الحلوه اللي كل حصه تاخدها في اخر الحصه. سلام.